السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مواجهة نارية في دوري أبطال إفريقيا. يستعد نادي بيراميدز لمواجهة قوية خارج الديار أمام فريق الجيش الملكي، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. موعد المباراة الخميس 13 مارس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب، على قناة بي إن سبورتس. المباراة هتتقام على الأراضي المغربية وسط حضور جماهيري كبير وضغط قوي من أصحاب الأرض، لكن بيراميدز داخل المواجهة بطموحات كبيرة وثقة عالية. بيراميدز بيقدم موسم استثنائي في إفريقيا، وبيثبت مباراة بعد التانية إنه قد المنافسة على اللقب القاري. الفريق عنده طموح يوصل لأبعد نقطة ممكنة، والإدارة واللاعبين عايزين يكملوا المسيرة ويحققوا إنجاز تاريخي للنادي. التركيز هيكون مهم جدا في مباراة الذهاب عشان يرجع بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة. الجيش الملكي فريق قوي على أرضه، لكن بيراميدز عنده عناصر مميزة قادرة تحسم المواجهة. هل يقدر بيراميدز يحط قدم في نصف النهائي من المغرب، ولا الجيش الملكي هيستغل عاملي الأرض والجمهور؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان نكمل مع بعض مشوار دوري الأبطال لحد النهائي إن شاء الله. بلو ساكر.